عسلامة تلاميذ بكالوريا آداب. باهي اليوم باش نحاولوا نلخصوا درس الخصوصية والكونية أو محور الخصوصية والكونية ككل يعني، ونحاولوا نفصلوا فيه القول. باهي خلينا ساعة نعرفوا وش معناتها خصوصية وش معناتها كونية. احنا عندنا زوز مفاهيم في الدرس هذا، الخصوصية والكونية. الخصوصية المفاهيم هذوما زوز يتفرعوا منهم زوز مفاهيم أخرين. مفهوم الخصوصية يتفرع منه مفهوم الهوية. الهوية هي الخصوصية، ومفهوم الكونية نخرجوا منه مفهوم آخر اللي هو مفهوم العولمة، ولكن ماهيش الكونية هي العولمة، بيناتهم فرق كبير باش نشوفوه. باهي، أولا مفهوم الهوية. باهي، اش معناها هوية؟ الهوية، أو قبل ساعة ما نعرفوا الهوية، كنا قلنا راهي الهوية هي الخصوصية. فالخصوصية تطلق على الفرد والجماعة. هاو باش نشوف. باهي، تعريف الخصوصية. الخصوصية هي تفرد بخصائص وسمات ثابتة نابعة من ذات الفرد ومن وجود هذه الذات مع الآخر في حيز اجتماعي وثقافي خاص بها. تميز بسمات ثابتة نابعة من ذات الفرد ومن وجود هذه الذات مع الآخر. باهي، إن تأمل دلالة الخصوصية يرتبط أولا بتحول السؤال الفلسفي من أنا إلى سؤال من نحن. التحول من السؤال الفلسفي من أنا إلى سؤال من نحن، وهو ما يبرز أن الهوية الشخصية هي صورة للهوية الجماعية. باهي، لهنا يعني أن الخصوصية تطلق على الفرد والجماعة. يعني نتحول بالسؤال الفلسفي من أنا إلى من نحن. فالخصوصية تطلق على الفرد والجماعة، فالفرد لديه خصوصية والجماعة أيضا لديهم خصوصية، مجموعة أفراد لديهم خصوصية معينة. باهي، نقول لي مش معناتها شنو الفرق بين خصوصية الفرد وبين خصوصية الجماعة؟ باهي، خصوصية الفرد مثلا طريقة اللباس، مثلا اللهجة، المرجعيات الفكرية، المعتقدات الدينية، الانتماءات السياسية، هذه الكل حاجات تميز الفرد عن فرد آخر، ولو يكونوا في نفس المجموعة، ولو قد يكونوا يعني يعيشوا في نفس الدولة وفي نفس المكان وفي نفس الرقعة الجغرافية وفي نفس يعني المجموعة. توا نتعداو لي آه، هل الخصوصية متاع الجماعة. شنو هي الخصوصية متاع الجماعة؟ الخصوصية متاع الجماعة مثلا الدين، العادات والتقاليد، اللغة. احنا كتوانسة مثلا عندنا اللغة متاعنا اللي هي العربية، وإلى العالم العربي كاملة تختلف عن مجموعة أخرى مثلا في بلاصة أخرى. وإلا احنا كتوانسة عندنا يعني نحكيو باللهجة التونسية تختلف على اللهجة الجزائرية وإلا على لهجة أخرى، فنحن مجموعة معينة عندنا خصوصية معينة خاصة بنا. العادات والتقاليد، احنا كتوانسة عندنا عادات وتقاليد مختلفة عن المجموعات الأخرى مثلا. أو كذلك الدين. هذه الكل يعني ما يميز مجموعة عن الأخرى. باهي، توا نجو للكونية. باهي، نتعداو للكونية. شنو هي الكونية؟ مفهوم الكونية يشير إلى ما هو شامل عام يتجاوز الحدود الثقافية أو الجغرافية أو العرقية، ويمثل مبادئ أو قيما أو قوانين تنطبق على جميع البشر أو الكائنات دون استثناء. لهنا تنطبق على جميع البشر أو الكائنات دون استثناء. فهي إذا تشير إلى المبادئ والمفاهيم التي يفترض أنها صالحة أو قابلة للتطبيق عالميا. حاجات عالمية، حاجات شاملة، حاجات قابلة للتطبيق عالميا. كيف؟ بغض النظر عن الزمان أو المكان أو ما يعني الاختلافات الثقافية والاجتماعية وما إلى ذلك. مثلا مثلا قوانين وحقوق الإنسان. قوانين وحقوق الإنسان هي عالمية، تشير إلى الحقوق التي يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن مكانهم أو ثقافتهم، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشترك بين الإنسانية الكل. كيف الدين مثلا الإسلام وإلا المسيحية يعني كلاهما يرى أنه يعني أنها رسالة عالمية، يعني رسالة عالمية للعالم كامل. العلم كذلك، مثلا العلم مثلا نعطو أمثلة حقائق الكونية، مثلا كروية الأرض، مثلا عدد أيام السنة، الجاذبية. هذه كلها حاجات اشتركوا فيها الناس الكل. في تونس واحد مع واحد يساوي اثنين، في الهند، في بنغلاديش، في الصومال، في ألمانيا واحد مع واحد يساوي اثنين. فهذه حاجات اشتركوا فيها العالم كامل.
فهذا شنو نقصدوا بالكونية. كيف العقل نشتركوا الكل في ميزة العقل، وهذا باش نحكيو عليه من بعد العقل مع كانت. كيف نشتركوا في صفة الإنسانية، فهذه حاجات نشتركوا فيها يعني العالم كامل. نتعداو توا أزمة الهوية. عرفنا زاد نعرفوا لهنا الهوية، آه، فنعرفوا لهنا الهوية. فنظرا لقيم الهوية على وعي ذات بذاتها وبأفعالها كما قلنا من بكري، هي وعي ذات بذاتها. تتحول ثقافية طالما أن كل فعل عقلي هو تثقيف وتعديل وتصويب للسلوك الطبيعي. ولكن هذه الهوية الثقافية تظهر منحطة بوصفها إرث، لذلك هي ترفض أي تدخل خارجي يعني مسلط عليها. الهوية المغلقة على ذاتها والمستقلة بذاتها مبرر وجودها في تقديرها بأن قيمها التي اختارت والسلوكيات التي فضلتها دون أخرى يعني هي ما يميزها عن مجموعة أخرى، والسلوكيات والقيم والمعايير التي اختارتها دون أخرى هي التي يعني تعطيها الخصوصية متاعها أو تمثل الهوية متاعها. هي ما تمثل كيفية أمثل للوجود. إن الهوية هي الأفق الذي بداخله أن يمكننا أن نتخذ موقفا كما يقول تايلور. وبالقدر الذي تلتزم فيه العناصر المنتمية للهوية بخصوصية نظام حياتها واستقلالية ممارستها تتمكن من تثبيت كيانها داخل العالم. فكلما التزمت هذه المجموعة بهذه المعايير والسلوكيات التي اختارتها دون أخرى كلما تمكنت من تثبيت كيانها داخل العالم. ولكن هذا باش يعطينا أزمة. شنو هي الأزمة؟ هاو باش نشوفوها. فهالتمسك أولا خلينا نشوفوا، نحاولوا نكون التمشي متاعنا منهجي. شنو هي الأزمة هذه منين تجي؟ أولا تجي من محددات الهوية في حد ذاتها، من محددات الهوية في حد ذاتها. شنو قلنا احنا من بكري في محددات الهوية لهنا؟ قلنا مجموعة من المعايير والسلوكيات تلتزم بها مجموعة معينة، يعني هي التي تمكنها من تثبيت كيانها داخل العالم وتعطيها هويتها وخصوصيتها. ولكن التشبث بهذه هي المعايير والسلوكيات المعينة وما يشرعه هذا التثبت من التشبث من استبعاد للآخر، وما يعنيه الاستبعاد من إقصاء ورفض للتواصل والتشريع للعنف. فلهنا تحدث لدينا أزمة، ويصير كما صار مثلا لهاك الهنود الحمر اللي توا، او مش الهنود الحمر هاك اي الهنود الحمر هاك الجماعات اللي نسمعوا عليهم اكلي لحوم البشر هاك اللي يعيشوا مازالوا بطريقه بدائيه همجيه والكل. فالجماعات هذوكم اختاروا لنفسهم مجموعة من المعايير بقوا متشبثين بها، رفضوا أي تدخل خارجي، فانتهى بهم المطاف إلى التخلف والرجعية يعني يعيشوا حياة بدائية وهمجية بين ظفرين. فلهنا تعطينا أزمة. ولكن يصبح الخطر مضاعف عند تايلور وقت اللي ما يلتزموش بهالمعايير هذه. فلهنا الالتزام بهالمعايير اللي باش تحدلهم الهوية والخصوصية متاعهم يعطينا أزمة، على خاطر مش يخليهم ينغلقوا على المعايير هذيك ويرفضوا أي تدخل خارجي، باش ينتهي به المطاف إلى رفض الآخر وإقصائه وتشريع العنف ورفض التواصل. ولكن كيف ما يلتزموش بتلك المعايير والسلوكيات زاد يعطينا أزمة أعمق كما يقول لنا تايلور. كيفاش؟ شنو هي الأزمة الأعمق؟ أنهم باش يفقدوا الهوية، باش يبقوا من غير هوية، باش يكون وجودهم أشبه بالوجود الحيواني الصرف في انفعاله الغريزي وفي يعني انفعالاته الغريزية وتصرفه يعني. فهذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية بعض الهويات تميزت بنظرة استعلائية توهمت معها أنها أكثر الهويات تميزا وأرفعها قيمة بفعل ما تمتلكه من أدوات تقنية وتطور تكنولوجي، وهو ما يؤدي إلى رفض مجموعة من القيم المشتركة لكل الثقافات. شكون هالثقافات هذه التي تتميز بنظرة استعلائية؟ على غرار الثقافات الغربية تتميز بنظرة استعلائية بفعل ما تمتلكه من أدوات تقنية وتطور تكنولوجي. هذه النظرة الاستعلائية توهمت معها أنها أرقى الهويات، كما عمل هتلر مثلا. هتلر كان يرى الجنس الآري أرقى الأجناس، وكان يعني يأمر بقتل اليهود يعني وحرقهم. كما تعمل زاد أمريكا أمريكا، الثقافة الأمريكية هذه، هالخصوصية هالهوية الأمريكية هذه
ترى أنه لا فرق بين الخصوصية والكونية، فهي تتحول إلى كونية، شرط أن تكون هذه الأخيرة متمثلة في الثقافة الأمريكية هذه، في الهوية الأمريكية اللي ما عادش هوية، ما عادش يعني ثقافة، وإنما أصبحت كونية. أصبحت كونية يعني يمكن أن يأمل فيها كل إنسان، بل من لا ينخرط في هذه الثقافة أو هذه الخصوصية التي أصبحت كونية يعتبر همجيا وبربريا. باهي هكا لهنا ديما حاولوا ركزوا مع اللي نحكي فيه أكثر من اللي مكتوب، نجم تعملوا كابتيرات اللي مكتوب والكل. الثقافة الغربية لم تعد لا تناقض بين الخصوصية والكونية، شرط أن تكون هذه الأخيرة متمثلة في الثقافة الغربية التي لم تعد ثقافة خصوصية، لم تعد هوية خصوصية، بل أصبحت كونية. تحدد ثقافة يعني تحدد ثقافة كونية يمكن أن يأمل فيها كل إنسان، ومن لا ينخرط فيها شبيه في هذه الثقافة الغربية يعتبر همجيا وبربريا. نحاول نقدموا مفهوم الكونية كنا شفناه، باش نتعداو توا اللي حكينا على الخصوصية وحكينا على هالأزمة التي تعيشها الخصوصية، باش ننتقل الآن إلى الكونية. الكونية اسك هي احنا من بكري حكينا على الخصوصية وقلنا الخصوصية يخرج منها مفهوم آخر اللي هو الهوية، والهوية راهي هي الخصوصية، وحكينا على التعريف، حكينا على الأزمة متاع الهوية. تو باش نحكيو على الكونية. الكونية من بكري قلنا يخرج منها مفهوم آخر العولمة، هاو باش نجوه، ولكن الكونية تختلف عن العولمة، هاو باش نجوه. عرفنا الكونية، قلنا راهي حاجة شاملة يشترك فيها جميع البشرية، يشترك فيها الناس الكل، كيف الحقائق العلمية، عدد أيام سنة، كيف كذا، كيف العقل، كيف كذا. باهي باش نشوفوا تويتية ضرورة الكونية. هي الكونية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، رؤية لا يمكن الاستغناء عنها، أو باش نشوفوا كيفاه. باهي أولا الكونية ضرورة ثقافية. الكونية ضرورة ثقافية. باهي كيفاه الكونية ضرورة ثقافية؟ الثقافة هي مجموع المعارف والقواعد وأنماط السلوك من وضوابط وأحكام وقيم تتوارث من جيل إلى آخر، ولا يوجد أي مجتمع قديما أو حديثا إلا وله ثقافة. في بعدها الكوني تخترق حدود الزمان والمكان، فالعلاقة الزمنية لثقافة ما بما هي الثقافة هي الحاضر المتجدد باستمرار. الثقافة تشارك في تقدم وجود الذات ووجود الآخر والعالم لإقرار الإنساني في كليته. من أجل أنسنة الكون والإنسان مهم برشا هذا، فالتاريخ محكوم بجدلية حضارات، أي مشاركة جميع الحضارات في بناء التاريخ الإنساني المحكوم بالحركة والتقدم، والإنسان هو جوهر هذا التقدم. شنو نقصد به الكلام هذا؟ التاريخ محكوم بجدلية حضارات، أي مشاركة جميع الحضارات في بناء التاريخ الإنساني. شنو نقصد بالكلام هذا؟ أي أنه الثقافة اللي وصلنا لها تو والعلم والتطور اللي وصلنا له تو هو فسيفساء متاع حضارات، هو مجهودات متعاقبة لحضارات مختلفة، كل حضارة تضيف شيئا ما لهذا البناء الإنساني. فمثلا في عصر الفترة الذهبية للإسلام يعني التي كان فيها يعني الإسلام وكان فيها يعني العرب والمسلمين يعني في يعني رائدين ومالكين لزمام الأمور، فقدموا الكثير للثقافة في هذا البناء، في هذا الصرح الثقافي. بعدين تراجعوا المسلمين جو الغرب، فالغرب مش بدأوا من جديد وإنما كملوا على البناء هذاك، كملوا نقول لبنات مبنية، كملوا زيد بناو على لبنات فوق البناء هذاك. فالثقافة هي فسيفساء كما قلنا، هي كل حضارة معينة تجي تضيف شيئا ما لهذا البناء الإنساني، وتجي الحضارة الأخرى تضيف شيئا ما والحضارة الأخرى بشيء ما، وهكذا التاريخ محكوم بجدلية حضارات، أي مشاركة جميع الحضارات، الحضارة الإسلامية والأوروبية والفارسية والكذا الكلها شاركت في هالبناء في التطور والعلم اللي وصلنا له تو. نتحدث توا للثقافة ضرورة أنطولوجية. شنو نقصد بالثقافة ضرورة أنطولوجية؟ مش معناتها أنطولوجية ساعة قبل شيء. أنطولوجيا أي علم الوجود. ما هو أنطولوجي؟ أي علم الوجود، أي يبحث في علم وجود الأشياء. باهي فركزوا أكثر مع اللي نحكي فيه. فالحنيتية فيطلق مصطلح الإنسانية
على الكثير، فهي تحمل الكلية لأنها تقوم على التماثل. الأنا والآخر يمثلان الإنسان في اشتراكهما في الإنسانية، وما يؤكد هذا التماثل في البعد الإنساني هو الاشتراك في كلية العقل. الكونية هي ضرورة أنطولوجية، هي حاجة موجودة في علم الوجود. كيف؟ العقل، العقل هو مشترك بين جميع البشرية، بين الإنسانية قاطبة. فالكونية هي فينا، وهي ضرورة، وهي يعني فينا من حيث ولدنا ومن حيث جينا الكون هذا. الكونية هي حاجة ضرورة أنطولوجية، هي ضرورة أنطولوجية. فنحن تولدنا الناس الكل بعقل، البشرية كاملة عندها عقل، فالبشرية كاملة نشتركوا من غير إرادة منا، نشتركوا أنطولوجيا، نشتركوا في العقل، فهي ضرورة أنطولوجية. فنشتركوا في العقل، نشتركوا كذلك في مفهوم الإنسانية، كون كلنا كلنا يطلق علينا المصطلح متاع الإنسان، على الفرد والجماعة، مش هذا إنسان وهذا حيوان، كلنا إنسان احنا كإنسانية. فنشترك في صفة الإنسانية، نشتركوا في كلية العقل. ومن هنا كانت شنو يقول لنا؟ بما أنه العقل مشترك بين جميع البشرية، وبما أنه العقل هو اللي يسن القوانين والتشريعات، فلا بد من سن مجموعة من القوانين والتشريعات يتحول معها الإنسان أو الفرد إلى مواطن عالمي، تجاوز الحدود المحلية وإلى مواطنة عالمية يتساوى على غرارها كل المواطنون وكل الأفراد في هذه الحقوق الكلية، على غرار الحق في المساواة، الحق مثلا في الحريات، التعايش السلمي، الديمقراطية، الاحترام، يعني قبول الآخر، قبول الاختلاف. فهذه القوانين الكونية. وهنا يجيب لنا كانت مفهوم الضيافة، حق الضيافة. حق الضيافة هذا فلا بد أن يتمتع به جميع البشرية. فأنت كيف يجيك واحد لداركم تفرح به، ضيفه وتفرح به وتجيب له أجود المأكولات وكذا وتفرح به. كذلك الآخر حينما يحل في إقليمنا لازم نفرح به، لابد أن نعامله يعني معاملة حسنة في كنف الديمقراطية وقبول الآخر والاحترام والتعايش السلمي وكذا. فيقول لنا كانت لا يمكن أن يعني شنو يقول لنا كانت؟ لا نعادي الآخر حيث طالما بقي حيثما هو مسالما، لا نعادي الآخر طالما بقي حيثما هو مسالما. عندنا هنا مفهوم الضيافة. وبما أن كذا 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 لذلك كان يلزمنا أن تقتضي المضايفة تحرر الناس من نزعتهم العدوانية تجاه الآخر، متمثلة في معاملتهم بعيدا عن أي شعور سلمي أو سلبي عفوا هنا مرتبط بعقدة التفوق أو النقص. كلا الشعورين لا يولدان إلا ممارسة أشكال العنف وكذا. فهنا كانت يراهن على شنو؟ على إقامة مشروع لعلاقات سلمية بين كل البشر، بين الإنسانية قاطبة قوامها الوعي بالواجب العقلي. باهي نتحدث لمخاطر الكونية، ولكن الكونية مهم برشا هذا باش نحكيو توا على العولمة. باهي لا، هناك خلط رافق الإنسان كما يبين ذلك بودريير. هنا يبين أن هناك خلط رافق الإنسان بين عدم القدرة على التمييز بين الكونية، تمييز بين الكونية والعولمة. فما خلط رافق الإنسان حيث بين هالمفهومين هذو، هالكونية والعولمة، كوني عولمي، فالإنسان ديما يلتبس عليه الأمر. هذا التشابه شعمل الذي تصر عليه العولمة، التشابه هذا تقره العولمة وتصر عليه، لم يفعل سوى أن بعد بين المنطلقات التي تصرح بها وبين الغايات التي تستهدفها. فالعولمة تصرح بمجموعة من المنطلقات ولكنها تستهدف غايات أخرى بعيدة كل البعد عن تلك المنطلقات التي تصرح بها. فالعولمة خطر يخفيه شبهة الاسم وتكشفه شبهة الدلالة. فالعولمة تصرح بمجموعة من المنطلقات. هي المنطلقات التي تصرح بها العولمة؟ تحويل العالم إلى قرية كونية صغيرة، تعميم المعرفة، تحقيق الرفاهية لجميع البشرية، تقريب المسافات بشكل يتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة. ولكن هذه الدعوة إلى توحيد العالم ليست بهذه الروح الخيرة والنبيلة. عندنا بالأزرق هنا هكا سطرناها بالأصفر. هذه الدعوة وهذه المنطلقات وهذه الدعوة إلى توحيد البشرية وتحقيق الرفاهية وتوزيع المعرفة ليست بهذه الروح الخيرة والنبيلة، إذ
تصرح بهذه المنطلقات ولكنها تستهدف غايات أخرى. غايات شنو الغايات هذه؟ هي يعني هذه الغايات تتمثل في مجموعة من المصالح، فهي تستهدف مجموعة من المصالح على غرار الهيمنة الثقافية، وعلى المستوى الثقافي طمس الاختلاف والتكريس الثقافة الواحدة اللي هي ثقافة المركز اللي هي الثقافة الغربية. على المستوى الاقتصادي التكريس لثقافة الاستهلاك والتشريع لها الشركات عبر القطرية، ويعني نهب الثروات والخيرات البلدان الأخرى بطبيعة الحال وراء يعني مسميات أخرى. كيف دخلت أمريكا العراق؟ لنشر الديمقراطية، ولكن بتعلة نشر الديمقراطية، بتعلة تخليص الشعب من صدام اللي هو الطاغية هذا الدكتاتور، ونشر الديمقراطية. ولكن تراو كيف انتهى الأمر في العراق. العراق هي التو تعاني، فعلى خاطر العراق عندها البترول فكانت المنطلقات متاعها تحرير العراق من هالديكتاتور ونشر الديمقراطية، والغايات التي تستهدفها نهب الثروات متاعها اللي هي البترول. كيفاش دخلتنا احنا شو اسمها، كيفاش دخلتنا احنا فرنسا؟ بتعلة الحماية. كان فما حرب وكان نحن كدولة ضعيفة فدخلت انتصاب الحماية الفرنسية، نقرأ في التاريخ، فدخلت بتعلة الحماية، ولكنها انتهى الأمر إلى احتلالنا ونهب خيراتنا وثرواتنا من فوسفات وكذا وكذا وكذا. يعني فلهنا إذ يحتكم، خلينا نرجع بالكولير الآخر، إذ يحتكم وقع الانخراط داخل العولمة إلى نظام من المصالح يدعم الصراعات وبضعنة الجسد وسلعنة الجسد. كما تراو بالنسبة للرجال مثلا عارضين الأزياء و بادي بيلدينج، بناء الأجسام، كمال الأجسام، وكذلك في مثلا في المرأة يعني انت بتعرفوا فبضعنة الجسد ومن كل يعني فهي يعني لديها غايات خطيرة حقيقة على كل المجالات. نظام من المصالح يدعم الصراعات ويجحدها ويكرس الهيمنة ليؤسس لثقافة سلطوية تميز بين يمتلك الوسائل التكنولوجية وبين من يستعملها. لقد وقع تبني مشروع الكونية سياسيا فتحول إلى دعوة صريحة من العولمة لإنشاء دولة في نموذجها الأمريكي بتعبير أردان، ففي ظل العولمة تطلق ثقافة القطب الواحد العنان لغريزتها في السيطرة. فكل من يتجه في اتجاه العولمة يتجه في الحقيقة إلى الانخراط داخل مشروع للسيطرة وإذابة الاختلاف والتنوع والتعدد. إذابة السيطرة وقتل الاختلاف والتنوع والتعدد. ففلسفة القوى التي تسعى عليها العولمة تجاوز المنطقة التبريري إلى منطقة القبول الضروري، إلى منطقة إجبار الآخر على الخضوع والقبول الضرورية بها. أما اقتصاديا فقد تفشى منطق السوق الذي يقول عنه غارودي إنه يؤسس لديانة توحيدية كونية جديدة هي ديانة السوق، باستثمار الثورة العلمية والتكنولوجية في نهب ثروات الدول الأخرى في مختلف أنماط الإنتاج. فجشع السوق جعل القوى الاقتصادية لا تقتنع بما تمتلكه من ثروات، وإنما تطمع فيما يمتلكه غيرها وتخطط في ابتزاز خيراتها. هذه هي العولمة. صحيح العولمة عندها العديد من المزايا، ولكن المخاطر والمثاوي والسلبيات وما تستهدفه هو يعني أكثر. وحقيقة كما قلنا العولمة هي في الحقيقة هي في نهاية المطاف أو هي لديها الكثير يعني من الإيجابيات، ولكن بفعل هالرؤوس الأموال هي العولمة هي حاجة باهية. كان مش العولمة ما كانش فما يوتيوب، ما كانش فما يعني بيسي نقراو بها وتليفون وكذا وكذا وكذا، ولكن ما كناش نقراو عن بعد وما كناش كذا. ولكن بفعل عقول آثمة وبفعل براغماتيين ورؤوس أموال يعني يفعلون في العولمة بما يخدم مصالحهم الضيقة تتحول إلى ما كنا نتحدث عنه من قتل الآخر وطمس الاختلاف على المستوى الثقافي وتكريس للثقافة الواحدة، على المستوى الاقتصادي التكريس لثقافة الاستهلاك، وعلى المستوى السياسي كذلك يعني ضرب سياسيات الدول الأخرى وتدخل في شؤونها الداخلية وما إلى ذلك.
باهي هيك نكونوا حاولنا نلخصوا فيسع درس أو محور التواصل والأنظمة الرمزية، أو عفوا الخصوصية والكونية. إن شاء الله ربي ينجحكم، وإن شاء الله ربي معاكم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. واستنونا إن شاء الله في بقية فيديوهات نكملوا نلخصوا بقية المحاور.